أبو سمير خلينا نسمع من الأستاذ. أخ غدير، باختصار خطيبتي وابن حماي كانوا ماشيين بالسيارة، وقفهم حاجز واعتقلوا. ما بنعرف شو التهمة بصراحة. نقلوا من فرع لفرع. عن طريق معارفنا فهمنا إنه بالنتيجة هلأ هن موجودين بسجن صيدنايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا صراحة أنا في إلي حدا رفيق بسجن صيدنايا، بس مشكلته هاد المرحبا عنده حقه مصاري، حتى ما عاد رد علي. يعني آخر مرة كنت واعده بهدية وأنا خذلته، مو أنا، الجماعة اللي كانوا طالبين مني خذلوني. على كل حال أنا راح أعمل جهدي، بس إلي شو المطلوب؟ الحقيقة نحن بس بدنا نتأكد إذا هن فعلا موجودين بسجن صيدنايا أو لا. وبخصوص صاحبك هاد بدنا نعرف قديش لقمته لحتى نكون نعرف إذا نحن بنقدر ندفع ديته أو لا. هذول من أسماء المعتقلين: نايا صبحي الراسي وعروة صبحي الراسي، ومكتوب يوم الاعتقال. إن شاء الله يصير خير. بس بدي أسألك أستاذ، يعني بالعادة نحن كنا إذا صار معنا شي مصيبة أو مشكلة نلجأ لكم أنتم المحامين، شو عدا ما بدأ شو تغير؟ ليكك أنت قلت أخ غدير، تغيرت الدنيا، صرنا نحن اللي بحاجتكم، مو أنتوا اللي بحاجتنا. هلا للأمانة أنا والله ما بيطلع بإيدي شيء، يعني أنا واسطة خير، حتى أحيانا بدفع من جيبتي. اسأل أبو سمير. ايه طبعا طبعا انا بعرف. لا يا جماعة، العفو منكم، الحمد لله ميسورة، وإن شاء الله نحن يعني معنا بس يعني ما يكون مبلغ مبالغ فيه. إن شاء الله.